نعيب على الزمان والعيب فينا. كلنا بنشتكي من الأحوال اللي احنا عايشين فيها، بس محدش فكر ولو مرة إن المشكلة عندنا احنا. سيدنا موسى في فترة من الفترات في المكان اللي كان عايش فيه ما كانش بينزل عليهم مطر، فأهله اتجمعوا وقالوا له: يا موسى ادعوا ربنا إن ينزل علينا المطر. سيدنا موسى راح لربنا وقال له: يا رب أنزل علينا المطر. ربنا رد عليه وقال له: أنا هنزل المطر، بس في واحد من أهلك بيعصاني بقاله 40 سنة، وفي بعض الروايات بتقول 20 سنة. لازم الراجل ده يطلع الأول وبعد كده هنزل لكم المطر. سيدنا موسى جمع أهله وخطب فيهم وقال لهم: أنا دعيت ربي وربنا قال لي إن في واحد بيعصاني بقاله 40 سنة لازم يطلع منكم عشان أقدر أنزل المطر. فالراجل استحى ودعا ربه بينه وبينه وقال له: يا رب سترتني ده كله وجاي دلوقتي تفضحني. الراجل تاب واستغفر، فربنا أنزل المطر على إيه؟ على أهله. فسيدنا موسى استغرب جدا إن مفيش حد طلع من أهله، رغم ذلك المطر نزل. رجع لربنا وقال له: يا رب أنت قلت لي إن في واحد بيعصاك 40 سنة ولازم يطلع عشان أنزل المطر. فربنا رد عليه قال له: الراجل دعاني وتاب وأنا سترت عليه. تعال نتكلم على الواقع المرير اللي احنا بنعيشه. احنا مستعدين نعمل اي حاجة عشان بس نفضل في المكان اللي احنا موجودين فيه. وعلى سبيل المثال صاحب الشركة بيجيب تحته شوية مديرين كل همهم ان الشركة تكسب وما تخسرش، حتى لو هتيجي على العامل الغلبان، حتى لو هتيجي على الموظف اللي ما هلتوش غير مرتبه، تقعد تذل فيه وتطلع ميتين اهله عشان عارف كويس ان هو مش هيقدر يتكلم عشان مش لاقي شغل. تيجي للتاجر تلاقيه مخزن بضاعة عشان عارف ان البضاعة دي كمان كام يوم هتغلى، عشان يستغلك ويستغل حاجتك ويستغل ان انت مش هتقدر تستغنى عن الحاجه دي. وتروح لدكتور تلاقي الدكتور الكشف بتاعه بمبلغ وقدر، ويروح كاتب لك روشته طويله عريضه ولازم تروح تجيبها من اخزخانه معينه، ويكتب لك برضه اشاعات وتحاليل لازم تروح في مكان معين ويقول لك على اسمه وعنوانه عشان تروح تعملها هناك عشان ياخد نسبته ويستغل مرضك ويستغل حاجتك. ودول اصناف مختلفه هدفهم واحد، ان يستغلك انت ويمص دمك انت. فقبل ما نلوم على غيرنا نلوم على نفسنا، نلوم على نفسنا لان احنا بينا وبين بعض بالبلد بتاعنا كده ما بقيناش سالكين لبعض. فاتقي ربنا في اي مكان انت فيه، عشان من يتقي الله يجعل له مخرجا.